نمرة واحد، كن مصدر إلهام. لما تكون مصدر إلهام للآخرين هتكون محط جذب واهتمام لا تتخيلها. يعني ايه تكون مصدر إلهام للآخرين؟ يكفي انك تكون متميز في مجال ما، مبدع في مجال ما، بتساعد اللي حواليك، متميز في محيطك، ولو محيطك اللي حواليك ده بيشكل ليك موضع جذب، لانك بتلهم الاخرين بنجاحات، بامور حلوه تتعمل في الحياه. تمام. معرفه نقاط القوه، انك تعرف نقط قوتك الشخصيه ونقط قوة الأشخاص اللي حواليك، ده بيساعدك إنك تكون مبدع في مجال ما، وبيساعدك جدا إنك أنت تعرف إنك تشكل الموقف اللي أنت فيه حسب معرفتك لنقاط قوتك قوة شخصية الآخرين من حولك. وده بيرفع جدا من فرص لفت الانتباه ليك من كل اللي حواليك. نمرة 3 الثقة في النفس. من أنجح التقنيات اللي بتساعدك إنك تلفت انتباه كل اللي حواليك ليك هو ثقتك في نفسك. وده ملوش أي علاقة أنت بتملك إيه ولا إنك أنت مظهرك إيه، ولكن يعني مظهرك إيه، لابس بكام، لا، ولكن ده الثقة بالنفس بمعرفتك بقيمتك وقدراتك العالية. عارفين ممكن شخص يدخل مكان من غير ما يتكلم ولا كلمة تلاقيه لفت انتباه كل اللي حواليه من الثقة بنفسه اللي طالعة منه. في حاجة اسمها لغة الجسد، واللي ما سمعنيش قبل كده هي اللغة غير المنطوقة، وانا عملت لكم فيديوهات كتير جدا عن لغة الجسد اتدربوا عليها، وهي رسائل بتتبعت كده للي حواليك من حركات من جسمك لا إرادية انت بتقوم بيها، بتوصل رسائل. فالثقة بالنفس أقوى سلاح ممكن يلفت نظر كل اللي حواليك ليك من بعيد لبعيد. وأنا عاملة لكم أكتر من فيديو إزاي يكون عندك ثقة عالية في نفسك، إزاي تتصرف بطريقة تدي إيحاء لكل اللي حواليك إنك عندك ثقة مطلقة في نفسك. تصفحوا موضوعات القناة وهتلاقوا فيديوهات كتير بتخدم النقطة دي. أنا عاملة لكم ما يقارب من 280 فيديو هتلاقوا فيها موضوعات كتير جدا جدا. نمرة 4 مراقبة الشخص، إنك تراقبه من بعيد. من أكتر التقنيات والطرق الناجحة إنك تلفت نظر حد إنه يحس إنك أنت مراقبه من بعيد. مش وبس ده، وأنت بتراقبه ده أنت بتعرف الأمور اللي هو بيحبها، وتقدر تختلق أمر ما يستهويه